ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده فيديو جديد واسترسال جديد وطاقة جديدة. من غير اي مقدمات ناخد نفس عميق ونسمع مع بعض الشخص ده عايز يقولك ايه دلوقتي. انا عارف اني غلطت في حقك، وعارف ان تصرفاتي خلتك تحس اني مش مقدرك، بس الحقيقة اني بعد ما بعدت عنك حياتي بقت ناقصة بشكل مخيف. يمكن كنت فاكر ان البعد هيريحني او هيديني فرصة استجمع نفسي، لكن اللي اكتشفته اني غرقان في فراغ كبير قوي. يومي بقى عادي، بارد، ما فيهوش معنى، ما فيهوش روح. كل حاجة حواليا بقى لونها باهت وما بقتش فارقة، حتى الحاجات اللي كانت بتفرحني، الحاجات اللي كنت يمكن باجي عليكي عشان اروح لها، ما بقتش تفرق معايا. انا بفتكر كلامك وضحكتك وطريقتك معايا في ابسط التفاصيل. بحس ان وجودك كان بيملى الدنيا دي بالنسبة لي. كنت دايما بقولك اني مش بعرف اعبر صح، بس دلوقتي انا فهمت ان عدم التعبير مش مبرر ان الواحد يضيع اللي بيحبه. صدقيني كل ليلة بقول لنفسي لو كنت قدرت اوضح لك اللي جوايا ما كنتش هعيش الفراغ ده دلوقتي. انا مش بلوم حد غير نفسي، ولا عايز احط غلطتي على الظروف ولا عليكي. انا اللي كنت قاسي، وانا اللي سمحت لعنادي يبوظ كل حاجة. بس اللي بعيشه دلوقتي خلاني اعرف قيمتك كويس قوي. انا استوعبت اني خسرت سند كبير وفرحة كانت بتديني طاقة في وسط كل تعب. الفراغ ده اكبر دليل انك مش شخص عابر في حياتي، وان وجودك كان فارق بجد. ويمكن لسه عندي امل ان الوقت يكون في صالحي. عندي امل ان اثبتلك ان غلطتي مش نهاية، وان اللي بينا يستحق فرصة جديدة حقيقية. طيب، دي الرسالة اللي الشخص ده عايز يقولها لك دلوقتي. وانا مش عارفة انتوا طاقة المنفصلين او المتباعدين هي العالية جدا الايام دي. شكلكم كده الاغلبية فيها انفصال. وعايزة اقول لكم ان مادام الطاقة بتبقى عالية كده قوي، رسائل بتيجي من الناس البعيدة او المتباعدة، فده معناه ان في طاقة رجوع جاية بعد كده. ف دي حاجة يعني أنا مانيش دعوة بيها، هي أغلب الطاقة هي علاقة طاقات المنفصلين يعني، أو العلاقات الصعبة. طيب أنا شايفاكوا هنا، انتوا طاقتكوا انتوا أنا شايفاكوا في موضع قوة، والطاقة دي اتكررت معايا يعني تقريبا في الفيديو اللي قبل ده أو اللي قبله، مش فاكرة أنهي، برضو أنا كنت شايفاكوا في موضع قوة كده. في حاجة انتوا مصممين عليها أو في حدود كده انتوا حاطينها. الطاقة دي شكلها مستمرة معانا. انتوا المرة دي حاطين حدود قوية قوي للشخص ده، يا اما بقى كانت في مواجهة بينكم وانتوا كنتوا حادين جدا فيها
وقلتوا للشخص ده كل اللي في قلبكم، حلو ووحش بقى انتوا قلتوه، يا اما انتوا وصلتوا له بشكل او باخر بقى انكم خلاص صبركم نفذ، وانكم ما عندكمش استعداد تكملوا في علاقة بالشكل ده. ايه هو بقى الشكل ده اللي مش مريحكم؟ كل واحد فيكم ليه قصة، فطبعا انا مش هقدر احدد ايه هي العلاقة بالظبط، انتوا بقى هتقولولي العلاقة دي شكلها ايه. شايفاكم كمان انتوا في شيء تاني بعيدا عن العلاقة دي، شيء تاني انتم مصرين عليه، مصرين انكم تحققوا لنفسكم. ممكن بقى عايزين تعملوا حاجة جديدة في حياتكم، تنزلوا شغل جديد او تبدأوا مشروع جديد خاص بيكم. شايفة في ناس هنا بتتعلم حاجة جديدة او بتدرس حاجة جديدة. في ناس هنا كمان شايفة ان انتوا بتهتموا بشكلكم بجسمكم، بصحتكم، بتعملوا بقى دايت او بتبدأوا رياضة، حاجة كده برضو. طاقتكم بصراحة حلوة جدا وفيها قوة، على عكس الشخص ده خالص بقى، لان انت هنا او انتوا عارفين ومتأكدين انكم عملتوا اللي عليكم وازيد عشان العلاقة دي تستقر. ولكن الشخص ده بقى في حالة لوم على نفسه، وحرفيا كده يعني بيجلد ذاته. الشخص ده حاليا عايش في حالة اعتراف داخلي انه غلط في تصرفاته، وان عصبيته او عناده كانوا سبب في البعد. انا مش عارفة ليه انا حاسة كده الطاقة دي ان انتوا يعني لما وضحتوا للشخص ده او قلتوله اللي مش عاجبكوا او المواجهة اللي حصلت بينكوا دي، رد فعل الشخص ده كان غبي. سوري يعني، ما حاولش ان هو يهدي الموضوع او يتكلم معاك بلطف او ان هو يحاول يلاقي حل. لا، انا حاسه ان هو رد بتصرف يعني اثبت لك ان انت معاك حق، ان انت كنت تاخد معاه الاكشن ده. بس انا شايفه ان الشخص ده في نفس الوقت مش قادر يهرب من الاحساس بالفراغ الكبير اللي مالي دلوقتي حياته من غيرك. بس الجديد بقى هنا انه شايفك دلوقتي انك بقيت عنيد اكتر منه، شايف انك واخد موقف واضح ومش بتتراجع عنه ابدا. يمكن قبل كده انت كنت بتزعل وبتبعد وترجع تاني، لكن المرة دي مختلفة. هو يعني متفاجئ بجد انك مش راجع تاني. خلاص انت قلت اللي عندك وقفلت الباب ومشيت. في ناس منكم هنا ممكن تكون عاملة بلوك للشخص ده، او ممكن انتوا من قوة الموقف الشخص ده عمل لكم بلوك، ممكن. دي برضو طاقة ظاهرة. طيب النقطة دي عاملة للشخص ده قلق وخوف كبير، لأنه لأول مرة يحس إن البعد ده ممكن يكون نهائي، وإنه ممكن يخسرك فعلا لو استنى أو ساب الوقت يعدي. كمان أنا شايفة إن هو عارف إنك مش من النوع اللي هينسى حقه أو يطنش الألم اللي مريت بيه. يعني أنت هنا شخص ما بتسيبش حقك، عارف إنك واقف بثبات وإنك بتتعلم إزاي تحط حدودك، وده مسبب له تردد رهيب. الشخص ده خايف يسيب الامور للوقت ويخسرك اكتر، وبرضه خايف يقرب دلوقتي وانت تقابله برفض او بعتاب قاسي. الطاقة هنا واضحة ان الدرس بالنسبة له كبير، هو مش بيتعلم او يعني مفيش حاجة خارجية دلوقتي بتعلمه، هو بيتعلم من غيابك انت. يعني اللي مؤثر فيه دلوقتي هو غيابك، ومن مواجهته لنفسه انه مهما كان قوي او عنيد هو في النهاية محتاجك اكتر من ما كان بيتصور. انت فارق في حياته اكتر ما كان بيتخيل. طيب في سؤال هنا في الطاقة، هل الشخص ده مفتقدك؟ انا شايفة ان انتوا في هنا بتسألوا انتوا الشخص ده مفتقدكم. اه طبعا الشخص ده مفتقدكم جدا، وهقولك اكتر من نقطة بتبين ده. النقطة الاولى اللي مفتقدها اللي هو الوجود الروحي، اللي هو ايه، هو بجد مفتقد احساس الطمأنينة اللي كان بيجيله من وجودك حتى وانت ساكت. يعني مجرد ان انت متواجد كده جنبه او في المكان اللي هو فيه هو بيحس بامان وبطمأنينة كده. الغياب بقى خلى المسافة اللي بينكو كبيرة جدا، هو شايف ان المسافة بدأت توسع بينكو.
اوسع من اللي كان متخيلها، لان احنا قلنا ان هو متعود ان انت بتروح وبتيجي وبتقول كلام بعدين تهدى شويه وترجع تاني، لا. فالمره دي شايف ان كل مره كل ما بيسيب الوقت كده البعد بينكم بيكبر وانت مش بترجع. طيب النقطه التانية اللي هو مفتقدها الاهتمام بالتفاصيل. هو كان متعود منك او متعود يلاقيك بتسأل وبتتابع على طول، بتاخد بالك من اداء التفاصيل، بتاخد بالك من كل حاجة فيه. دلوقتي مفيش ده والفراغ بقى واضح جدا. النقطة اللي بعد كده وهي الطاقة الإيجابية. انتوا واضح ان انتوا ناس طاقتكم حلوة قوي، خفيفة قوي، طاقتكم إيجابية كده ومرحة. وجودك كان بيوازن شخصيته العنيدة والعصبية، انت كنت بتهديه من غير ما هو يحس. دلوقتي مفيش اللي يهدي النار دي او يوازن تفكيره. طيب برضو انت كنت دايما متابع معاه، يعني كنتوا عندكم كده يعني روح أمومة كده، أو لو أنت رجل برضو كانت هي بتحس معاك إن أنت يعني خوف الأب شوية أو الأخ، حد كده، حد منه. يعني حتى لو كان بيحس إنه بيتضايق من تواجدك معاه على طول أو ضغطك عليه على طول بالسؤال أو بالتقرب منه، هو دلوقتي بيكتشف إن وجودك كان عامل أساسي في حياته اليومية. بيفتقد الكلمة اللي انت كنت بتقولها له، انت كنت بتقول له كلام بيشجعه، كلام طيب كده حنين. مفتقد ده، مفيش ده دلوقتي. مفتقد ضحككم، هزاركم، وحتى الخناقات اللي كانت بينكم واللي كان بيبقى فيه بعديها صلح برضو. هو مفتقد ده جدا. مفتقد الإحساس بالانتماء. هو عنده افتقاد لشعور ان في حد فاهمه اكتر من نفسه، وانه مهما حصل كان في امان داخلي في العلاقة دي. فطبعا بعد كل اللي احنا قلناه ده مفتقدك طبعا وبشدة. طيب هل الشخص ده شايف ان ممكن يكون في رجوع بينكم تاني ولا خلاص ده انفصال نهائي؟ خليني اقولك هو شايف ان فكرة الرجوع موجودة، بس خليني اشرح لك بقى بمنطق الطاقة. هو جواه امل، هو مش قافل الباب تماما، بالعكس شايف ان لسه في فرصة يصلح اللي اتكسر. خصوصا انه رغم العند والبعد لسه حاسس ان الرابط اللي بينكم مش زي اي علاقة تانية. انتوا العلاقة دي قوية قوي، يعني انتوا حتى كمان حاسين ان انتوا لو قابلتوا حد جديد او دخلتوا في علاقة جديدة مش هتكون بنفس قوة المشاعر اللي كانت مع الشخص ده. دي يا جماعة الطاقة اللي باينالي، انا ماليش دعوة، انا مش طرف في الموضوع. طيب الخوف دلوقتي مسيطر على الشخص ده، بس في نفس الوقت عنده خوف كبير جدا من انك تكون خلاص قفلت قلبك ومش هتقبل ترجع بنفس السهولة اللي كان متعود عليها، وده اللي مخليه متردد ومش بياخد خطوة. لو انت بتسأل هو لسه ليه ما خدش خطوة لحد دلوقتي، هو خايف من المواجهة معاك. هو في حاجة عملها وخايف منها، يعني غير اللي انت قلته او اللي انت قلته له او اللي انت وضحته له او اللي انت كنت متضايق منه قلت له عليه، في حاجة تانية هو عملها وخايف منها. انا مش عارفة هو عامل ايه هنا، بس هو انا حاسة انه عامل بلوة كبيرة. طيب هو شايف الرجوع مش هيكون سهل المرة دي، عارف ان المرة دي لو حصل رجوع لازم يكون بشكل مختلف تماما وبقرار كده واضح وناضج وكبير، لانك وضحت له من يعني زي ما قلنا في الاول القراءة، انت وضحت له انك مش هتقبل بعلاقة اون اوف، ومش هتقبل بوعود تاني، وعود وهي زي ما انت متعود منه، انت مش قابل ده. فخليني اقولك ان هو دلوقتي واقف كده في النص بين التفكير والفعل، بيحلم بالرجوع وبيفكر فيه، لكن لسه خايف يبدأ الكلام معاك فتبدأ انت عتاب، ويكون هنا بيفتح على نفسه باب لوم وهو مش مستعد ليه دلوقتي. يعني باختصار هو ايوه شايف ان في رجوع بس مش دلوقتي، شايفه محتاج وقت، وشايف ان هو محتاج يتغير. ودي نقطة كويسة يا جماعة، ان هو شايف ان هو غلطان وشايف غلطاته وشايف ان هو محتاج ان هو يغير من نفسه، شايف ان هو محتاج
شوية تجهيزات كده في حياته ومن ناحيته قبل ما يرجع لك. فلو انت بتسأل هو شايف ان في رجوع، هو شايف ان في رجوع، بس هو لازم يغير حاجات من نفسه علشان لما يرجع لك يكون واضح وصريح معاك. طيب نصيحة النهاردة ليك انت بقى بتقولك ان انت تسيب المساحة دي تمشي بشكلها الطبيعي. يعني سيب الطاقة ماشية كده من غير استعجال ولا ترقب مبالغ فيه. يعني ما تراقبش، ما تشوفش كل شوية هو فك البلوك ولا لأ، سيبه هو براحته. خليك انت ثابت على اللي قررته، لان وضوحك وقوتك دلوقتي هما اللي بيخلوا الشخص ده يفكر بجدية ويعيد حساباته. اللي منكم هنا بيفكر هو اللي يبدأ كلام او يبدأ يضعف بسبب التخاطر اللي بيعمله معاك الشخص ده ويروح يكلمه. ما تعملوش كده، عشان انتوا لو عملتوا كده مش هتلاقوا رد الفعل اللي انتوا متوقعينه او اللي انتوا عايزينه، وهترجعوا تندموا تاني. لو في رجوع حقيقي هيكون مختلف المرة دي، لان العلاقة بينكم دلوقتي بتبدأ تاخد شكل مختلف تماما عن قبل كده، وده محتاج منك صبر ووعي اكبر من اللي انت عليه دلوقتي. ركز على نفسك وركز على طريقك وحياتك، لان كل ما زودت طاقتك وحضورك كل ما هتجذب لنفسك اللي يستحقك بالجد وبالفعل مش بالكلام. دي كانت طاقتكم النهاردة، وطاقتكم انتوا حلوة جدا وقوية وجميلة. استمروا على ده وسيبوا الشخص التاني مع نفسه يتعلم ويفتقدكم ويعرف قيمتكم ويرجع لكم بقرار واضح، لانكم تستحقوا ده. باي باي، وقابلكم في فيديو جديد.